السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اريج. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير اللحم بالبرقوق بطريقه اللي هي بسيطه بزاف وسهله. فهذا الفيديو درته خصيصا للبنات المبتدئات لاول مره غادي تطيب اللحم بالبرقوق، فانا كنصحك انك تجربي هذه الطريقه، فراها ناجحه 100% وان شاء الله غادي يجي لذيذ بزاف. فهاد الطريقه كتجي تماما بحال اللحم اللي كيحضروا في المناسبات والاعراس. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو، عندي هنا سكنجبير، العطريه ديال اللحم، غادي نحتاج شويه القرفه، البزار، الملحه، الملون الغذائي، غنحتاج واحد معلقه صغيره ديال السمن والثوم، وهنايا عندي الزعفران الحر درتو في شويه ديال الماء، وغنحتاجو الخرقوم البلدي. هنا يمكن لكم تعوضوا الزعفران الحر بهكا ضامه ديال الزعفران. وهنا عندي اللحم، يمكن لكم ديروا الكميه اللي بغيتو، انا هنا درت كميه اللي هي كثيره. فهنا تقريبا عندي 5 كيلو ديال اللحم، يمكن لكم ديروا نصف الكميه لانني انا عندي جوج طبلات، فداكشي علاش درت كميه اللي هي كثيره. فانا خديت واحد البانيو غادي ندير فيه هنا معلقه اللي تكون عامره مزيان من العطريه ديال اللحم اولا المروزيه. مهم كتمشي عند العطار كتقول لي عطيني العطريه ديال اللحم، غير هي يكون طاحنها على يديه، يعني تكون هكا جديده وزوينه. وغادي ندير هنا واحد المعلقه مع مراج ديال البزار، معلقه تكون عامره مزيان ديال سكنجبير. هنا غادي ندير واحد المعلقه اللي ما تكونش عامره بزاف ديال القرفه. فكما كتشوفوا هنا كثرت العطريه لانني عندي كميه كثيره من اللحم. فانا غادي ندير الملحه، ما غاديش نكثر الملحه لانني باقي غندير السمن اللي هو مالح. فمن الاحسن اننا الملحه ما نكتروهاش حتى الاخير ونذوقوا. هنا ضفت المعلقه صغيره ديال السمن اللي ما تكونش عامره بزاف، وغادي نضيف هنا معلقه ديال الخرقوم البلدي، معلقه اللي تكون عامره صافي. وغادي نضيف هنا واحد 6 او 5 ديال الفصوص ديال الثومه متوسطين الحجم اللي حكيتهم. وغادي نضيف هنا هذا الملون، فيمكن لكم تستغناو عليه ولكن كيعطي واحد اللون زوين للدغميره. فمن الاحسن انكم يعني تضيفوه، خصوصا الا كنتو غديروا هكا شي عراضه وتعرضوا على شي حد، فمن الاحسن انه يجي داك اللون زوين صافي. هنا غادي نضيف هذا الزعفران الحر اللي ذوبته في شويه ديال الماء، فكما قلت لكم يمكن لكم انكم تعوضوه بضامه ديال الزعفران. فغادي نخلط هاد العطريه او هاد المكونات مزيان مزيان حتى ينسجموا. فكما قلت لكم الا كنتو غديروا نصف الكميه ديال اللحم، فيمكن لكم ديروا غير النصف ديال هاد العطريه. بالنسبه للحم فانا هنا عندي الغنمي، يمكن لكم ديروا نفس هاد المكونات مع حتى البقري، فنفس الطريقه تماما، ما كاينش بيناتهم اي اختلاف. غادي نخلط هكا مزيان هاد العطريه بيدي باش تنسجم ليا مزيان. وخديت هنا واحد الطاسه اولا واحد العلبه اللي غادي نوضع فيها هاد اللحم، وغادي نحاول هكا نشرمل هاد اللحم مزيان. فبالنسبه لي انا اللحم جبته هنا من الفريغو تقريبا واحد ساعه، عاد غنبدا نشرمل فيه. من بعد غادي نديرو في هذه العلبه ونحتفظ به غير في الثلاجه، يعني الثلاجه لتحت ما غنردوش مازال مجمد. فانا هنايا غنشرملته بالليل، يعني غنخليه ليله كامله هو كيشرب في هذه العطريه. فشحال ما شرب العطريه غيكون مزيان. الا ما كانش عندكم الوقت فماشي مشكل، خليوه غير ساعات المكانه راها كافيه، ولكن شحال ما شرب راه كيجي احسن. فكما قلت لكم غادي نحاول هكا نشرمل هذا اللحم مزيان ونوضعو هكا في هذه العلبه اللي من بعد غادي نغطيها باش نحتفظ بها كما قلت لكم في الثلاجه لتحت، منها انها كتشرب كيشرب هذا اللحم العطريه وفي نفس الوقت راه كيذوب، ما كيبقاش انه جامد بزاف. غنستمر على هذه الطريقه حتى نكمل. فهنا من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي ديال اللحم على هذا الشكل، راني شرملته مزيان مزيان. فغادي نحاول انني نغطيه بالبلاستيك الغذائي، لان الغطايه ديال العلبه ما غاديش تسد ليا لان تبارك الله كميه كثيره. فغادي نغطيه هكا غير بالبلاستيك الغذائي، وغادي ندخلو كما قلت لكم الثلاجه لتحت ونخليه ليله كامله حتى الغد ان شاء الله ونرجع باش نكمل معكم.
فهنا من بعد ما دازت ليله كامله يعني، واللحم كاين في الثلاجه غير لتحت كما قلت لكم، ما درتوش في مجمد. فجبدته وخديت هنايا تقريبا واحد 6 ديال البصلات اللي يكون الحجم ديالهم كبير، اللي قطعتهم على هذا الشكل. وخديت هنا واحد الربيطه ديال الربيع. غنحتاج هنا واحد 3 ديال ورقه سيدنا موسى اللي غسلتهم مزيان، وشويه ديال الزيت البلديه، وشويه ديال الزيت النباتيه. فهنا غادي ناخذ واحد الطنجره او واحد الكاميله اللي تكون كبيره، فين غادي اللي غتقدني باش نطيب هاد الكميه اللي عندي ديال اللحم. فغادي نحاول نوضع هكا اللحم. فبالنسبه للبنات المبتدئات فما عندكم مناش تخافوا، غير زعموا، يعني الكميه عمرها تخلعكم، فقط ضبطوا غير المكونات وصافي. فان شاء الله غادي ينجح معكم. كما شفتوا راه طريقه اللي هي بسيطه سهله. فاللحم راه اسهل بكثير من الدجاج، يعني اللحم كتخليه يطيب على خاطره، فقط نعطيوه حقه في الطياب وصافي. فانا ضفت البصله وديك القبيطه ديال الربيع على هذا الشكل صافي. وغادي ندير دوك ورقات ديال سيدنا موسى، وغادي نوضع هاد الطنجره من فوق البوطه. فهنا درت الطنجره ديالي فوق البوطه، زدت على هذا اللحم واحد الكاس ديال الانبه ديال الماء، وخليته حتى يعني غلا ليا مزيان داك الماء، بدا كيبان ليا داك البخار كيطلع من الجوانب. عاد غادي نضيف هنا شويه ديال كميه هكا معقوله من الزيت البلديه وزيت النباتيه، لان الزيت هي اللي كيخلي لنا ان داك البصله تدغمر لينا. فانا هنا اصلا يعني اللحم ما عنديش فيه الشحمه اللي هي كثيره، داكشي علاش كثرت كميه ديال الزيت. الا كان عندكم، الا لاحظتوا ان اللحم يعني فيه كميه كثيره من الشحمه، فوضعوا كميه ديال الزيت اللي تكون قليله. فهنا صافي درت اللحم ديالي كيطيب، نقصت عليه البوطه مزيان مزيان باش يطيب على خاطره، ومره مره غادي نحركوه باش ما يلصقش لينا. فبالنسبه اي حاجه طيبتوها فمن الاحسن انكم تنقصوا البوطه مزيان وتخليوها طيب على خاطرها. شحال ما خليتوها طابت على خاطرها شحال ما كتجي بنينه. فكما قلت لكم انا نقصت العافيه مزيان وخليت اللحم ديالي كيطيب على خاطره. وغندوز دابا باش نحضر البرقوق. فبالنسبه للبرقوق عندي هنا كميه ديال البرقوق، وغادي نحتاج نص كاس ديال الماء زهر، 4 ديال الطوبات ديال السكر، وواحد المعلقه اللي تكون عامره ديال القرفه. فاول حاجه غادي ناخذ هنا كاسرونه وغنوضع فيها البرقوق. فبالنسبه للكميه انا صراحه هنا ما عقلتش اولا ما وزنتش صراحه شحال، فتقريبا تكون شي 400 غرام هكاك ديال البرقوق، لان كما قلت لكم عندي كميه اللحم كثيره. فغادي نوضع هنا على هذا البرقوق شويه ديال الماء ونديرو فوق البوطه ونخليه حتى يتسلق ليا مزيان. فهنا من بعد ما تسلق هذا البرقوق فكما كتشوفوا راه كيتنفخ، وإلا قصوه كيولي رطب. فهنا راه صافي، راه يعني تسلق لينا مزيان. فصافي صفيته من داك الماء اللي تسلق فيه هذا البرقوق. فكما شفتوا راه صافي راه طايب، بقى لي غير يتعسل وصافي. غناخذ هنا كما قلت لكم معلقه صغيره ديال القرفه اللي تكون عامره مزيان، غنوضعها هكا من الفوق. وغادي نوضع السكر. فبالنسبه لكميه السكر كتبقى على حسب شحال درتو ديال البرقوق. الا درتو كميه اللي هي اقل ديال البرقوق فيمكن لكم انكم ديروا غير جوج مثلا طوبات ديال السكر سنيده تكون كافيه. وضفت هنا داك نصف كاس ديال الماء زهر، وغادي نزيد الماء، كميه ديال الماء اللي غادي يطيب ليا فيه مازال هاد البرقوق اولا فين غادي يتعسل. فصافي غادي نديرو فوق البوطه ونخليه حتى يتعسل ليا مزيان. فهنا من بعد ما طاب ليا اللحم فمع الاسف ما لقيتش المقطع اللي كنت كنحيد فيه اللحم. فمن بعد ما طاب ليا اللحم مزيان فانا حيدته غير باش ما يتفرتش ليا وما يبقاش هكا عاطي المنظر اللي هو مزيان. فصافي حيدته وخليت هاد المريقه هكا تدغمر على خاطرها. كما شفتوا ما بقاش فيها هكا الماء كتير. فصافي ملي كتبغيو تقدموه فكترجعوا داك اللحم الكامله باش يعاود يسخن لينا مع ديك الدغميره. فصافي كنحاولوا هكا نقدموه في الطبسيل، يعني كنوضعوا اللحم ومن بعد كنوضعوا هكا ديك المريقه اولا ديك الدغميره من الفوق.
وكنوضعوا هكا البرقوق. فالتزيين كيبقى على حسب الاختيار، ممكن لكم تزوقوا بالمشماش اولا الاناناس اولا اللي متوفر عندكم. انا هنا زوقت بشويه ديال البرقوق واللوز وضعته على هذا الشكل، فهكا كيجي الطبق ديالنا. فكنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنجح معكم حتى نتوما، وان شاء الله غير زعموا ما عندكم مناش تخافوا. فراه كيجي لذيذ بزاف. فهذا هو الطبق النهائي كما كتشوفوا. ودائما التزيين كيبقى على حسب اللي متوفر عندكم وعلى حسب الذوق. ونخليكم حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله.